كلنا نعرف النرجسي الظاهر اللي بيحب نفسه زيادة، بيتكلم كتير، دايما عاوز يكون فوق الكل، واضح، مزعج وسهل تتجنبه. بس في نوع تاني أخطر، ما بيزعقش ولا بيتباهى، بل بالعكس ممكن تفتكره أحسن بني آدم قابلته في حياتك، يسمعك، يطبطب عليك، يقول لك اللي كنت بتتمناه من سنين، بس وراه نوايا تانية، ورا الستارة في خطة. الخطة دي مش بس بتستنزفك، دي بتكسر صورتك عن نفسك وتخليك تشك في كل حاجة، حتى إحساسك بنفسك. هو ده النرجسي الخفي، سمية بتنتشر في حياتك ببطء من غير ما تحس ومن غير ما تقدر تثبت. النهاردة مش بس هنعرف الفرق بين النرجسي الصريح والنرجسي الخفي، احنا هنكشف اللعبة كلها. هقولك ازاي تكتشفه، ازاي تحمي نفسك، وازاي تخرج من العلاقة دي. اهلا بيكم. الناس كلها تعرف النرجسي الصريح اللي بيحب الاضواء، بيتكلم عن نفسه طول الوقت وعايز السيطرة بأي تمن. بس اللي ناس كتير ما تعرفوش هو النرجسي الخفي، النسخة الناعمة الهادية لكنها الأكثر سمية. ده ما بيحبش الأضواء وما بيفرضش نفسه، مش بيقطعك في الكلام، بالعكس هيسمعك ويتعاطف معاك ويواسيك وانت بتتألم، بس جواه عقد نقص وجوع للتقدير، وبيستخدم التعاطف والهدوء والضعف كأدوات للسيطرة الصامتة. النرجسي الخفي مش هيدخل حياتك كعدو، هيدخل كمنقذ، بس في الحقيقة هو بيهدك من جوه بهدوء قاتل، وده اللي هنفك شفرته دلوقتي. أول علامة مش خناق ولا تهديد، أول علامة للنرجسي الخفي التلاعب بهدوء أو العدوان السلبي. مش هيتخانق معاك لو اختلفت معاه، هيسيب لك الصمت كنوع من العقاب النفسي، هيسيبك تايه في الأسئلة: أنا عملت إيه؟ هو زعل ليه؟ طب أعتذر؟ وتقع في فخ الإحساس بالذنب اللي هو نفسه نصبه لك بإتقان. هو مش عايز يوضح، هو عايزك انت اللي تموت بالبطء في التفسير. كل تصرفاته مش مفهومة، كل جملة فيها لسعة بس متغلفة بلطف كاذب، زي لما يقول لك أنا فخور بيك رغم ان ده مش المعتاد منك. كلمة ظاهرة دعم وجواها سم بيكسر ثقتك بنفسك. هو بيرفض المواجهة لأنه بيخاف منها، مش لأنه مسالم، لا، لأنه عايز يكون المسيطر من غير ما يبان، والطريقة يخليك تحس انك دايما الغلطان حتى لو كنت الصح. هو مش بيقول لك انك غلطان، هو بيزرع فيك الإحساس ده وبيحصد بيه السيطرة، وده أخطر من أي تهديد صريح. وتاني علامة الحسد المدفون. النرجسي الخفي بيحسد، بس مش الحسد اللي نعرفه بالشكل الواضح، ده حسد مقنع مدفون تحت وش مبتسم وكلام ناعم. يسمع انك نجحت، اترقيت، او حتى الناس شافوك واحتفلوا بيك، يبتسم، يبارك لك، يمكن حتى يحضنك، بس في اعماقه بيتكسر. ليه؟ لان كل انجاز حواليه بيهدد وهمه الداخلي، اللي هو ايه؟ الوهم اللي بيقول لنفسه فيه انا الافضل، محدش يستحق حاجة غيري. هو مش بيقول لك، هو مش هيقول انا غيران منك، لكن هيقول للناس هو عمل ايه يعني؟ ده صدفة، ده الحظ لعب معاه، او يغير الموضوع بسرعة لما حد يجيب سيرتك. النرجسي الخفي مش بيحتفل بفرحتك، هو بيقارن، بيقلق، بيحس انك خطفت منه الضوء اللي هو شايف انه هو حق له، وعارف الأسوأ انه ممكن يحاول يكسرك بلطف. تخيل معايا انك جاي تكلم صديقك عن انجاز عملته وبدأت تفقد وزنك بعد محاولات وكنت متحمس جدا، تقول له مثلا التمرين كان صعب بس الحمد لله حسيت ان فيه تغيير، وتلاقيه يرد بابتسامة خفيفة: مش باين قوي، مش ملاحظ تغيير، بس كويس انك اتحسنت. الرد ده مش مجرد تعليق، ده في الحقيقة محاولة منه انه يقلل من فرحتك. النرجسي الخفي مش هيحتفل معاك بالنجاح او التقدم لانه ما يقدرش يشوفك افضل منه. هتحس بالاحباط بعد ما تشاركه فرحتك، هتحس انك مش قادر تعيش فرحتك كويس، لان ببساطة هو مش هيسمح لك تتفوق عليه في اي شيء. ثالث علامة الحساسية المرضية للنقد. جرب تنتقد نرجسي خفي، مش هينفجر فيك ولا هيزعق زي النرجسي الظاهر، لكن هتلاحظ حاجة اغرب: هيختفي او يبعد او يعمل حاجة اسوأ، انه يبدأ يهاجمك بنعومة ويقول لك انا ما استاهلش كده،
كنت فاكر انك اقرب حد ليا، وانت تفضل تسأل نفسك هو زعل؟ انا كنت قاسي؟ طب قلت حاجة غلط؟ هو مش بيتألم عشان النقد صريح، هو بيتألم لانه بيهدد الصورة اللي هو رسمها لنفسه ومصدقها. شايف نفسه كامل مش لانه وصل للكمال، لكن لانه مش قادر يتحمل يشوف العكس. النقد بالنسبة له مش ملاحظة، ده تهديد لوجوده. كل كلمة بسيطة بتقول انت مش مثالي بتترجم جواه انه عديم القيمة، وده اللي بيحفز الغضب عنده، انه مش قادر يحافظ على الصورة اللي رسمها لنفسه. وانت بكلمة واحدة بس ممكن تكسر المراية اللي بيشوف نفسه فيها. ورابع علامة التواضع الكاذب. هو بيحاول يبان انه متواضع، تفكره متواضع، يقول لك انا فاشل، انا مش قدكم، فتقوم انت تيجي تطبطب وتقول له بالعكس انت عبقري، انت شاطر، انت مبدع. بس استنى لحظة، هو فعلا شايف نفسه قليل ولا بيلعبها صح؟ النرجس الخفي بيصطاد المجاملات. النرجس الخفي بيصطاد المجاملات، مش بيطلبها بشكل مباشر، لكنه بيرمي شبكة مشاعر ويستنى الطعم بيجي من اللي حواليه. اللي بيعمله ده اسمه تواضع كاذب. هو مش بيقلل من نفسه عشان فعلا حاسس بالنقص، هو بيقلل من نفسه عشان انت ترفعه بكلامك، عشان تقول له اللي هو عاوز يسمعه بس بصوتك انت مش بصوته هو. الفرق بينه وبين النرجس الظاهر بيقول بصوا عليا، لكن النرجس الخفي بيقول قولوا ليا انكم شايفيني. نفس الاحتياج للتقدير بس مغلف بورق كئيب اسمه انا اقل منكم. والمفارقة انه من جواه هو شايف انه يستحق اكتر من الكل، بس مشكلته انه مش قادر يطلب ده بصوت عالي، فبيخلي الناس نفسها تقول له انت فوق الكل. ودي اخطر انواع النرجسية اللي بتشتغل على مشاعرك وتخليك انت اللي تغذيها بايديك وانت مش واخد بالك. خامس علامة التعاطف المشروط. النرجسي الخفي بعد ما بيشوفك بتتدمر بسببه بيجي لك في الاخر ينقذك بعد ما تكون انتهيت. هل النرجسي الخفي بيتعاطف معاك؟ ممكن، بس مش عشانك. بيواسيك، بيساعدك، ممكن، بس اسأل نفسك دايما هو بيساعدك ولا بيمثل البطولة؟ النرجسي الخفي مش بيقدم تعاطف، هو بيستثمر في مشاعرك عشان يرجع له ربح اسمه انا البطل اللي من غيري كنت هتنهار. هو مش عايزك تبقى بخير، هو عايزك تبقى مدين له بانك بقيت بخير. كل كلمة بيقولها، كل لمسة دعم وراها شرط صغير. ايه هو؟ انك تفتكر ان هو اللي وقف جنبك. والمصيبة انك بتحس انه ملاك في البداية، لكن لما تحاول تبعد او حتى تنتقده هتتفاجئ بجملة زي السم: انا اللي كنت جنبك وانت بتنهار، نسيت. التعاطف عنده مش حب ولا انسانية، ده سلاح عاطفي بيغرسه جواك عشان يفضل دايما له الفضل عليك ويحسسك انك مدين له حتى لو كان بيقدم لك اقل حاجة. ده مش دعم، ده فخ مغلف بحنية مزيفة. لو تعاطفه معاك بمقابل يبقى ده مش تعاطف، ده سلاح الذنب اللي بيهددك بيه. وسادس علامة هي الإحساس المرضي بالتميز، ودي أخطر علامة في النرجسي الخفي. تلاحظ إنه شايف نفسه استثناء عن الناس لما دايما يقول مفيش حد زيي، مفيش حد فهمني. تفتكرها جملة من حد مختلف؟ لا، دي أول دليل على إنه قدام شخص بيشوف نفسه فوق البشر. هو مش غامض، هو شايف نفسه عبقري، شايف مشاعرك تافهة، قراراتك سطحية، آلامك مجرد دراما. هو بيتعامل مع العالم كشخص نادر، بس الحقيقة هو معزول، مش لأنه عميق، هو معزول لأنه رافض يكون إنسان زي بقية الناس. وكل مرة تحاول توصل له هيقابلك بجدار من الاستعلاء. ده النوع اللي بيفضل يتفرج على كل حياتك من بعيد وبعدين يحكم عليك بكل برود. ليه؟ ده أخطر من كل العلامات التانية، لأنك عمرك ما هتحس إنك في علاقة، هتحس إنك في امتحان وإنت دايما راصف فيه. هو مش محتاج حبك، هو محتاج تحس إنك قليل جنبه. وسابع علامة
دورة الاستنزاف العاطفي أو الربط السام. في حاجة بيعملها النرجسي الخفي ببراعة اسمها الربط السام. هيبدأ علاقته بيك بدفء تعاطف واهتمام مش طبيعي، هيشوفك، هيسمعك، هيديك اللي ناقصك كله، تحس انه اخيرا في حد فهمك، حد شافك. بس فجأة يبدأ ينسحب، يتغير، يلومك، يحسسك انك مش كفاية وانك السبب في بروده، فتبدأ انك تبذل مجهود اكتر، تدي اكتر وتتحمل اكتر عشان ترجع النسخة الحنينة اللي ظهرت في البداية منه. بس النسخة دي كانت طعم النرجسي الخفي بيربطك بيه بالامل، وبيحبسك في العلاقة بالخوف. الامل في انه يرجع زي الاول، والخوف من فقدانه او من الاحساس انك لوحدك تاني. وده بيعمل دايرة سامة، كل ما تتوجع منه تتعلق بيه اكتر، كل ما يبعد تقرب اكتر. ليه؟ لان دماغك بتبدأ تخلط بين الألم والحب، بين القسوة والاهتمام، وبتبقى أسير علاقة مش فاهمها بس مش قادر تخرج منها. ودي مش علاقة، دي دوامة نفسية بتسحبك لتحت، وتوصل لأصعب نتيجة لعلاقتك مع النرجسي الخفي، ويبدأ الوهم الكبير، أنا السبب. أخطر حاجة بيزرعها النرجسي الخفي جواك مش الغضب ولا الحزن، لكن الشك في نفسك. يوصلك لمرحلة تسأل نفسك، هو أنا فعلا شخص صعب؟ يمكن أنا فعلا حساس زيادة؟ يمكن هو عنده حق؟ وهي دي المصيدة، إنك لما تكتشف إن العلاقة مؤذية بدل ما تمشي بتقول أنا السبب. هو ما بيكسرش بصوت عالي، هو بيكسر بصمت ذكي، بنظرة، بجملة ملغمة، بصوت محسوب، يقنعك إنك لما تتأذي فده عشان أنت مش متزن، ولما تتعصب فده لأنك درامي، ولما تحاول تواجهه فده لأنك بتحب الدراما والمشاكل. يقنعك إنك أنت السام وهو اللي بيحاول يتحملك. وهنا بقى تفقد الثقة في حكمك، في إحساسك، في نفسك. ودي اللحظة اللي لازم تفوق فيها. النرجسي الخفي مش بيدمرك بجملة، هو بيدمرك بالشك. ولما تشك في نفسك كل حاجة بعد كده سهلة يتلاعب بيها. افهم ده. لو حسيت انك دايما الغلطان وانك دايما محتاج تثبت انك تستحق الحب، اعرف انك مش في علاقة، انت في فخ نفسي مميت. اوعى تقنع نفسك ان المشكلة فيك. السؤال المفروض هنا ازاي نحمي نفسنا؟ اول خطوة، صدق احساسك. لو دايما حاسس بالذنب راجع الافعال مش الكلام. الاحساس مش كذاب، بس التلاعب ممكن يخليك تشك في نفسك. تاني حاجة، احفظ حدودك. النرجسي الخفي بيتسلل من بوابة المشاعر وبيكسر حدودك باسم الاهتمام. واخر حاجة، اعرف قيمتك. لازم تعرف انك تستحق علاقة حقيقية مش حرب نفسية. صحتك النفسية مش قابلة للتفاوض. في النهاية، لو الحلقة دي لمست حاجة جواك أو خليتك تفكر في شخص معين، شاركها مع حد محتاج يسمعها. شاركونا التعليقات.